عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة كده وتعجبكم بإذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الأول كده، لو أول مرة تشوف القناة يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك كده للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. هنعمل مع بعض النهاردة حاجة حلوة قوي وبسيطة وموفرة، تسموها بقى أكلات آخر الشهر. عندك بقى شوية كبد وقوانص كده، وهقول لكم ازاي بمشي البيت بقى كده واحدة واحدة كده واحنا شغالين. ما عندك بقى شوية كبد وقوانص كده، تعالي نعمل أكلة حلوة قوي وموفرة وسهلة وبسيطة ومكوناتها كلها في البيت، ويوم بيمشي يوم. وحاولي كده تدبري كده وتوفري في الأيام بقى الغالية اللي احنا فيها دي. الأسعار بقت صعبة والدنيا بقت صعبة، بس الله المستعان. احنا نحاول نتحايل بشوية أفكار كده وحاجات بسيطة وترضي كده وتقول الحمد لله على كل حال، ونمشي بيتنا بقى بالموجود ايا كان بقى. إيه، انا عامله النهارده شعريه مفرفره، وعامله صينيه بطاطس حلوه قوي كده وشويه مخلل وكلام من ده. ان شاء الله يعجبكم كده، بحاجه بسيطه وسهله ونشويات على بروتينات. كل حاجه في الوصفه هتلاقوها، وهقول لكم بقى انا اكلتها ازاي وممكن تتاكل بايه، او تتاكل مع مكرونه او شعريه او تتاكل مع رز زي ما انتوا عايزين، او مكرونه او تتاكل بعيش. يعني الوصفه دي يعني تاكليها مع كل حاجه. هنجيب بقى البطاطس الاول كده. انا جبت شويه بطاطس كده، مسكتهم غسلتهم وهقطعهم دواير كده كأنك رايحة وتسلقيهم، كأنك رايحة تقليهم بالظبط. بس بدل ما هنقليهم هنهرسهم ونعملهم ونوظفهم في صينية كده بطريقة حلوة وبسيطة. هجيب بقى كده البطاطس بعد بقى ما قطعتها كده، هاخدها برضه اشطفها كمان تشطيفة كده على الحوض، واولع عليهم بقى بشوية مية وملح لغاية ما تتسلق معايا. وابدا بقى ايه، هنكمل الوصفه مع بعض ان شاء الله. اهو بعد بقى ما حطيت عليها الميه، احط عليها بقى ميه تغطيها خالص. هتغطيها بقى بالميه كده، واحط شويه ملح وهسيبها بقى ايه تتسلق على النار بس كده. هجيب بقى دولت ايه حوالي عن اربع كبد واربع قوانص بس. طب دولت انت جبتهم منين؟ انا حوشتهم يا بنات. انا كل ما تجيني فرخه كده بقوم عامله كيس في التلاجة كده. ما جاني بقى فرخه، جالي فرختين، اخد الكبد والقوانص واحطهم في الكيس ده. جاني بعد كده مثلا فرخة اتنين، على حسب استهلاكك في الشهر. يعني في ناس بتجيب فرخة بالشهر، بتجيب 3 4 فرخات في الشهر، بتجيب فرختين، بتجيبي فرخة زي ما بتجيبي فرخة كل اسبوع. في ناس ماشية بالاسبوع. انا عملت لكم قبل كده ميزانية الاسبوع ديت. لو انت بتجيبي فرخة الاسبوع، هناخد الكبد والقوانص بتاعتها نحطها في قلب الكيس لغاية ما نحوش كمية الكبد والقوانص دي. عايزة تشتري طبق مثلا فيه كبد وقوانص كده، تمام هيمشي معاكي الحال. عايزه تعملي الوصفه ديت بحته لحمه مفرومه، قطعه لحمه مفرومه كده اقل من ربع كيلو، هتعمل لك برضو الوصفه دي. مسكت بقى الكبد والقوانص بتاعتي قطعتها، وانا احسن تقطيع ليها ما ببهدلهاش هو المقص، مش السكينه او على البلانشه، لا، بالمقص كده وتقطعها حتت صغيره. هتتقطع معاكي وتبقى حلوه قوي. طبعا المقص احنا عاملينه للمطبخ بس، لحاجه المطبخ بس. بس كده. هنجيب بقى معلقه زيت كده على معلقه زين سمنه يسيحوا، وهنزل عليهم بالكبد والقوانص بتاعتي دي وشويه فلفل وشويه جنزبيل. اشوح الكبد والقوانص ديت في الزيت على السمنه دولت، ويكون سخن كده عشان ما ينزلوش ميتهم. وننزلهم ونحطهم ونحط عليهم شويه ملح، شويه فلفل اسود وشويه جنزبيل. مش هنحط بقى الملح دلوقتي. هنقعد نشوح بقى فيهم لغايه ما يحمروا كده وياخدوا لون حلو كده في قلب ايه الزيت والسمنه زي ما احنا شايفين كده. جبت بقى بصلايه على فلفلايه خضراء، فلفلايه بقى حراقه كده، وضربتهم مع بعض في الكبه اللي هو الضرب المتقطع اللي انا وريته لكم قبل كده عشان يديني تقطيعة السكينة. ما عندكش الكبه هتقطعيهم على ايدك عادي جدا. تقطعي بقى بصله ناعمه كده مع فلفل وبتاع. وديت هرسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، خدت معلقة برضو كده. احنا بنحب الحاجة حراقة شوية. لو انت طبعا مش حابة تقدري تستبدلي كل ده بالفلفل بقى البارد زي ما انت عايزة. إيه بس كده. وجبت طماطمية ضربتها كده في الكبة وهصفيها. انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا من الناس اللي بحب تصفية الطماطم. يعني بصفي الطماطم في كل حاجة بعملها، عصاج، محشي، خضار، مكرونة. إيه، ما بحبش الطماطم بتفلها يعني. هنصفي بقى الطماطم دي عليها، ونسيب كل الكلام ده كده يستوى في بعضه. وحيقه بقى، احط له ملح وفلفل وبهاراته وكل حاجته. وهسيب بقى كل الكلام ده يستوي بس كده. صلاتوا بقى بنا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطيت بقى معلقه كده من السبع بهارات، وحطيت ملح
وهحط شويه كمون كده وشويه كزبره، بس كده. دي الفلافل بتاع التوابل بتاعتي، بسيطه خالص وموجوده في كل بيت. ما عندكيش السبع بهارات، اكتفي باللي موجود عندك، ملح وفلفل وكمون وكزبره وحاجات من دي. بس كده. البطاطس بتاعتي بقى اتسلقت، هجيبها احط بس فيها مكعب زبده صغير، واحط بس شويه لبن كده عشان خاطر تبقى معايا ناعمه، واحط عليها بقى فلفل وملح وكمون وشويه فلفل اسمر. بس كده. هاخد بقى كل الكلام ده هرسه مع بعضه، وبس، وهرسه بقى مع بعضهم. وبعد كده هنجيب الصينيه بتاعتي. انا جبت صينيه كده دهنها حته سمنه، وهجيب بقى جزء من البطاطس ده، يعني مثلا قولي مثلا 3/4 الكميه، هحطها تحت زي ما انتم شايفين كده، احطها وافردها بقى تحت كده. ونجيب العصاج بتاعنا اللي احنا عصجناه مع بعضه، ونقوم حاطينه في النص. زي ما قلت لكم، العصاج ده ممكن تعملوه بلحمه مفرومه، ممكن تعملوه كبد وقوانص زي ما انا عامله كده محوشاها من الفراخ اللي بتاعت الشهر، وحطيتها. تحبوا تعملوها ببصل وخضار وحاجات من دي، تمام. هنجيب بقى الربع اللي فاضل من البطاطس ونحطه على الوش، ونحاول بقى نفرده كده على قد ما نقدر، نفرده كده ونعمل طبقه من على الوش. هي الطبقه يعني غرزت شويه في قلب العصاج، بس ما تقلقوش خالص، مش فارق معايا، هتطلع برضو خرطة وهتبقى زي الفل. عندي بقى شوية جبن كده، وديت اختياري، لو موجودة عندك تمام، مش موجودة دخليها الفرن زي ما هي كده، وهتعمل لك برضو طبقة حلوة قوي. بس كده. وهنجيب بقى شوية الجبن دول، دي ميكس جبن كده، كانوا اخر شوية كده في الفريزر، قمت جايباهم مقطعاهم عليهم، كانوا باقيين من البيتزا اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، الفيديو اللي كان في الفيديوهين اللي فاتوا، يعني كنت انا عاملاها معاكم لسه قريب. فكانت بقى شوية كده من الجبن دي وحطيتها. هنيجي نعمل معاها ايه حاجه برضو موفره قوي، واوفر من الرز البسمتي، واوفر كمان لو عايزين اوفر من الرز البلدي كمان. هنجيب شعريه بقى، حوالي عن كيسين شعريه كده، او المقدار بقى اللي يكفيكي ويكفي عيلتك. انا عملت كيسين من الشعريه اللي هي 400 جرام الصغيره دي، يعني يعني في حدود، كان في نص كيس وكيس من اللي هو 400 جرام ده، يعني قولي مثلا نص كيس شعريه من اللي هو الكيلو. وجبته بقى قعدت احمره لغايه ما احمر خالص، ياخد ودي بقى معايا كده. وديت بقى الشعريه المفرفره دي احنا بنحبها مع كل حاجه بقى، يعني تبقى موفره وحلوه، او اوفر والله من الرز البلدي، واوفر من الرز البسمتي كمان. عايزه تعملي جنبها مكرونه ماشي، عايزه تعملي رز على شعريه ماشي، عايزه تاكليها بعيش ماشي. انا عن نفسي انا كلتها كده بالمعلقه، يعني صينيه البطاطس دي انا كلتها لوحدها كده بالمعلقه. ممكن تاكليها تحطيها في عيش كده بالسندوتشات للاولاد، ممكن تعمليها مع مع الشعريه او المكرونه او الرز على شعريه زي ما قلت لك. بس كده. بعد بقى ما احمرت كده، حطيت عليها ملح وفلفل، وهحط بقى مكعب مرقه كده لو موجود. انا كنت حطيت بس ما جاتش في التصوير، يعني كان عندي مكعب، نص مكعب كده، حطيته. وهحط بقى ميه تكون سخنه كده، وهحطها الرز زي عقد الرز كده، يا دوبك تغطيه، يا دوبك تغطيه كده زي عقد الرز، واقل كمان من عقد الرز شويه، عشان خاطر ما تعجنش منك. بس. واول بقى ما تشرب الميه دي، هدي عليها النار وحطيها على الصاجه، وسيبيها تردد تردد زي تردد الرز بالظبط. اهو. كده طلعنا بقى الصينيه بتاعت البطاطس بتاعتنا، سبتها بقى على الفرن اتولعت عليها من تحت. لما استوت خالص ومسكت في بعضها، لقيتها احمرت بقى من الجناب وبدات تاخد لون. فتحت عليها الشوايه دقيقه عشان بس تحمر كده من النص. هي ممكن تحمر على الصهد. انا طبعا كل ما هتبرد كل ما هتتماسك اكتر، بس انا كنت مستعجله بقى، كنت عايزه اغرف الغدا، فعملتها وهي سخنه. بس عايزه اقول لكم والله هي كانت متماسكه وجميله كده، وتحس انها كده يعني مش لا هي جامده قوي، بردت، يعني انت تحبي تاكليها كده وهي سخنه، تحسي انها سايحه كده وحلوه، وفي نفس الوقت خرطه، يعني هي طالعه لي من قلب الصينيه خرطه. دي من المواصفات الحلوه قوي الموفره، اللي ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. يا رب تجربوها كده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ويا رب ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، وترجعوا لي في التعليقات وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. واشوفكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.